أهم شيء أن ترضي الله في سرك وسريرتك وعلانيتك وكل أحوالك، في أموالك، في أقوالك، في أفعالك، في سلوكك، في تصرفاتك. دع الناس تفسر ما تريد وتقول ما تريد، وأنت أصلح شأنك مع الله، فسيكفيك هؤلاء، فسيكفيكهم الله. أما إذا أشغلت نفسك بأن لا يقول الناس أو ما يقول الناس أو وش عند الناس، الذي يرفع هو الله، والذي يضع هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، والذي يكرم هو الله، والذي يذل هو الله. لا أحد يرفع أحد ولا أحد يخفض أحد، ولا يعز أحد ولا يذل أحد، إنما هو الله. فأصلح أمرك مع الله. هذا هو الموحد صادق في توحيده وعقيدته، يبحث عما عند الله، ما يبحث مش عند فلان ولا شو يقول فيني فلان ولا لا يقول فيني فلان شيء. يقول اللي هو يقول، إن كانني مخطئ استاهل وارجع عن خطأ، وإن كانني على حق ومصيب فلا تبالي بمن يقول فيك، فسيكفيكهم الله. هذا أمر، خلك مع الله، أصلح. هذا العقيدة، هذه ثمرات التوحيد اللي احنا نتعلمها الآن، أن تكون مع الله عز وجل، خلق الله لا تبالي بها، لا ماذا قالت ولا ما. انتبه بس من نفسك أن تأتي مواطن الريب وأماكن الاتهام، فتلوم الناس لماذا قالوا. أنت الذي استجررت الكلام على نفسك لوقوعك في مقالة، أو سرت في مسار، أو جالست أو خالصت من يذم فتلحق به بالذم، فتعيب الناس لأنهم ذموا ذلك. الناس تحكم بما ترى. فانتبه، ودائما انظر ما عند الله، وراقب الله، وسيكفيك خلقه. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس